طيب من زمان وانا كان نفسي اجمع شويه الافلام دول واحطهم في قائمه واحده، بس ما كنتش عارف ازاي هحطهم مع بعض لانهم مش شبه بعض. مثلا في الاخراج مش هم اعظم 10 افلام في الاخراج، ولا هم مثلا تقدر تقول انهم اعظم 10 افلام في التمثيل، ولا تقدر تقول انهم اعظم 10 افلام في التاريخ. ولكن في شيء مشترك تاني، انهم 10 افلام عبقرية. افلام كل ما تقدم وتتفرج عليها مرة جديدة بتشوف فيها حاجة تانية، واغلب الافلام دي فيها حاجة تانية مشتركة، انهم ما نجحوش النجاح الكافي في السينما، بس نجحوا نجاح تاني على مستوى اختبار الزمن. وحاجة تانية مشتركة انهم كلهم ليهم بوستر فان ميد على الحيطة بتاعتهم. لسه الكازيون اهو. اول فيلم معانا ورقم 10 في الترتيب هو فيلم ثقافي. الفيلم بيحكي عن معاناة 3 شباب في انهم يلاقوا مكان وجهاز يتفرجوا فيه على الشريط اللي جواه الفيلم الثقافي. في حاجة خطيرة جدا احنا عمرنا ما خطرت في بالنا. ايه؟ احنا ممكن نموت قبل ما نتجوز. وجمال الفيلم في انه من خلال طريقهم بيعرض لنا المخرج والكاتب محمد امين تقريبا جميع مشكلات المجتمع في صورة بسيطة وخلال تيمة واضحة ومشكلة كبيرة وهي الكبت الجنسي. الفيلم من بطولة احمد عيد واحمد رزق وفتحي عبد الوهاب. تاني فيلم معانا في القائمة هو فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، وده الفيلم المفضل بالنسبة لي. The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. اظن لو حاولت اتكلم عن الفيلم ده هبقى بحرق، ولكن الفيلم تصنيفه دراما رومانسي، وعاوز اكد لك انه هيبقى من احسن الحاجات اللي انت اتفرجت عليها، وفيلم مختلف عن اي حاجه في الجنرا بتاعته. اتكلمت عليه في فيديو قبل كده هيظهر لك هنا او هنا. الفيلم من اخراج ميتشيل جوندري وتاليف العبقري تشارلي كوفمان. نسيت اقول لك انك محتاج تشترك في القناه، الموضوع مش هياخد منك اكتر من 5 ثواني علشان احبك اقدر انزل فيديوهات كمان، وانا بلنجر علشان تاخد وقتك وتروح تعمل سبسكرايب وترجع. الفيلم رقم 8 عندنا في القائمة هو فيلم برضه من بطولة جيم كاري، وهو The Truman Show. Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. الفيلم تصنيفه دراما كوميدي، وبيحكي عن الشاب ترومان اللي بيبدأ يشك ان حياته عبارة عن مسلسل او شو، ويبدأ يشك ان هو متراقب، وبتتصاعد الاحداث وبتحصل التويست بتاع الفيلم. الفيلم من اخراج بيتر واير، وده تقييمه على روتن توميتو. نرجع تاني للافلام المصريه رقم 7، و6 افلام مصريه. رقم 7 هو ابراهيم الابيض. عارف ان انا خرجنا عن جنرة الافلام الكوميديه لان احنا مش بنتكلم عن نوع واحد من الافلام، القائمه منوعه كده. فيلم بطوله احمد السقا ومحمود عبد العزيز وعمرو واكد، اللي قدموا كاركترات او كاركترين من اعظم الكاركترات اللي اتعملت في السينما المصريه. احداث الفيلم كل الناس عارفينها، والفيلم من تاليف عباس ابو الحسن، ومساعده في التاليف مروان حامد، واخراج برضو مروان حامد، ومزيكه العبقري هشام نزيه. رقم 6 هو الفيلم المصري المفضل بالنسبه لي، فيلم اسف على الازعاج. الفيلم من بطوله احمد حلمي ومنى شلبي ومحمود حميده ودلال عبد العزيز. هيحصل لي حاجات غريبة أوي. أنت اسمك إيه يا شاطر؟ فيلم مصري بس بنكهة عالمية. الفيلم بيحكي قصة حسن مهندس الطيران اللي بيقابل البنت اللي هي فريدة وبيحبها، وبيحاول يلجأ لأبوه إن هو يساعده إنه يحسن علاقته بفريدة. أم حسن بتكتشف حاجة وبتبدأ تواجهه بالموضوع لأنها حست إن هو مش طبيعي، وبيحصل التويست اللي كل الناس عارفينه، والفيلم بتبدأ أحداثه تتصاعد. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. والفيلم رقم 5 معانا في القائمة هو فيلم بالب فيكشن لكوينتين تارانتينو. الفيلم اللي كسر قواعد السينما في طريقة السرد وفي نوعية الكاركترات وفي تركيبهم مع بعض وفي تركيب الأحداث مع بعض. بيحكي عن قصة الأربع كاركترات اللي هم الرئيسية، وعلاقتهم ببعض وعلاقتهم بالأحداث وعلاقتهم بزعيم العصابة عن طريق 4 أجزاء. وده أول مرة تحصل في السينما إن هو يقسم الفيلم 4 مشاهد أو 3 مشاهد، مش متأكد. الفيلم بطولة جون ترافولتا وسامويل جاكسون. I can't sleep nights. There's porn up there just for that. I know, I tried that. بعد كده 4 و3 أفلام لمارتن سكورسيزي. رقم 4 تاكسي درايفر. الفيلم من بطولة روبرت دينيرو، بيحكي قصة الشاب سواق التاكسي الغير متزن اللي كان جندي سابق في المارينز، اللي بيحاول ينقذ فتاة من القوات بتاعها اللي بيشغلها في الدعارة. الفيلم من أحسن الأفلام في السينما عموما، وأحسن أفلام سكورسيزي خصوصا، لازم تتفرج عليه. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? بعد كده فيلم شاتر ايلاند، تصنيفه جريمة. الفيلم رقم 3 عندنا في القائمة، برضو من أعمال سكورسيزي.
الفيلم بطولة ديكابريو ومارك رافالو، واحداث الفيلم بتدور حول الاثنين المارشالات تيدي دانييلز وصاحبه اللي بيروحوا يحققوا في جريمة اختفاء سجينة على جزيرة مهجورة. والسجن ده مش طبيعي لانه سجن المرضى نفسيين او مرضى عقليين ارتكبوا جرائم بشعة، واللي بعد كده بيكتشفوا حاجات بتغير مجرى الفيلم 180 درجة. تاني فيلم واللي قبل الاخير في القائمة هو فيلم شندلرز ليست. بيحكي عن اوسكار تشندلر، العضو في الحزب النازي اللي بيحاول يحقق اكبر مكاسب اثناء فتره قمع اليهود بانه يزود من ثرواته ويحقق مصالح شخصيه، وده بيعمله بانه يشغل اليهود في المصنع بتاعه، وبعد كده بتتصاعد الاحداث. الفيلم بيقدم اعظم تطور في تاريخ الشخصيات بالنسبه لي في تاريخ السينما. فيلم بطوله ليام نيسون وبين كينجسلي، اخراج العبقري ستيفن سبيلبرج. اخر فيلم والاول في القائمه، والطبيعي ان هو يبقى الاول في القائمه عشان ده الفيلم الاعظم في التاريخ وده رأي النقاد، فيلم شاوشانك ريدمبشن. You've heard all the evidence. This was revenge. He fired the gun empty and then stopped to reload. الفيلم بيحكي عن محاسب بيتسجن ظلم بسبب قتل مراته وعاشقها اللي كانت بتخونه معاه، ورغم الفترة الكبيرة اللي قضاها في السجن إلا إنه ما بيتخلاش عن الأمل في إنه في يوم من الأيام هيطلع من السجن. الفيلم بطولة روبنز، مورجان فريمان، ومن إخراج فرانك درابونت. في الآخر أتمنى الفيديو يكون عجبك وتدعمنا باللايك والشير، والسلام عليكم.